المصريين زمان كل أعيادهم كانت بيسموها أعياد قومية. ما كانش في حاجة اسمها بقى عيد مسيحيين وعيد مسلمين، كنا كلنا بنحتفل مع بعض. ومن أشهر الأعياد اللي كنا كلنا كمصريين بنحتفل بيها هو عيد الغطاس المجيد. الكنيسة بتحتفل بالعيد دوت تذكار لأن السيد المسيح اتعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان، وكل سنة الكنيسة المصرية بتحتفل بيه. طيب، أيام الدولة الإخشيدية كان السلطان بيؤمر إن مصر كلها في الوقت دوت تقيد كل المشاعل، لدرجة إن من القاهرة لحد الجيزة اتقاد ساعتها 1000 مشعل. ده غير إن الأبواب كمان سواء بيت مسيحي أو مسلم كانوا بيحطوا قدام الأبواب زي المشاعل النارية، لأن وقتها ما كانش فيه كهرباء. واللي ذكر لنا الأحداث دي كلها كان مؤرخ إسلامي اللي هو المسعودي، راجل مشهور جدا ومعروف. الكلام ده كان سنة تقريبا 1941. فالراجل دوت حكى لنا ازاي المصريين كانوا بيحتفلوا بليله الغطاس في اليوم دوت. طبعا بيقعدوا طول الليل سهرانين على النيل، وجايبين بقى القصب والسفندي والبرتقال وكل الفواكه اللي بتصدر او بتطلع في الوقت دوت، وكانوا بيقضوا لحد الصبح. المصريين كان عندهم اعتقاد غريب في الليله ديت، ان اللي بينزل نهر النيل في الوقت دوت بيشفى من جميع امراضه. ولما دخلت بعد كده الدوله الفاطميه، كان السلطان الفاطمي المعز برضو حافظ على هذه العادات، لدرجة إن هو كان بيقعد في القصر بتاعه المطل على النيل ويتفرج على المصريين وهم بيمارسوا طقوسهم. كان الرهبان والقساوسة بيعملوا زي خيم كده كبيرة على بعد مثلا كل 2-3 متر تلاقي خيمتين، خيمة للقساوسة وخيمة للشيوخ. وفضل الشعب المصري الجميل يمارس هذا الطقس لحد ما دخلت الدولة الفاطمية. طبعا خليفة لما شاف كده بقى يسهر هو كمان معاهم، وكان عامل قصر كده على نهر النيل، كان يتابع المصريين ازاي بيحتفلوا بالعيد دوت. وكان بينوب عنه الحضور اللي هو رجال الشرطه بيحضروا بالنيابه عن السلطان، ان هو قاعد بيتفرج. كان كل 3-4 كيلو تلاقي كده زي خيمتين، خيمه فيها الرهبان والكهنه بيصلوا وخيمه تانية فيها الشيوخ. على فكره لو قلبتوا حتى في كتب المسيحيين هتلاقوا ان في صلاه مخصوصه لنهر النيل، وصلاه مخصوصه للرئيس او الحاكم الدوله في الوقت دوت. طبعا بنقضي ليله حلوه جدا وكنا بنحتفل بيها، لدرجه ان احنا كنا مترابطين ومش عارفين العيد دوت عيد مسيحيين ولا عيد مسلمين، ولكن هو عيد مصري زي كل الأعياد. كلنا بنحتفل، لأي حد مصري بيفرح كلنا بنفرح مع بعض، وفرحتنا كلها بتبقى واحدة. أشوفكم في قصة جديدة مع حكاية تاريخية جديدة. مع السلامة.